ندرة المسؤولين البعيدين عن الفساد جعلت من محافظ ميسان نجما دائم الحضور. آخر ما فعله علي دواي فتح أبواب المحافظة أمام أهل ميسان دون توقف ومتى شاءوا. مظاهرات واعتصامات في جنوبي العراق بعد 10 سنوات من عمر حكومة تقول إنها تريد بناء دولة، لكن الإعمار تظهر وجها آخر، فمحافظها يتجول ليلا في كل مكان لالتقاط الصور مع الأطفال والأهالي. لقد تحسنت الكهرباء والخدمات بنسبة كبيرة، وأيضا الأمن، ما جعلها محطة للاستثمار، وهي التي كانت ساحة للحروب ومعقلا للميليشيات المسلحة. على الشتاء والصيف قاعدين بتشيلكم ويجي على شيء تقدم عليه، هو مساعد صغير وشباب. اختير محافظ ميسان علي دواي لازم لنيل وسام التميز لأكثر شخصيات العالم تأثيرا في العالم لعام 2013 وفقا للاستفتاء الذي تم تنظيمه من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان. يستقبل في مكتبه العشرات من المواطنين، وأغلبهم نساء فقدن أبناء وأزواجا في الحروب والألغام. إيجار، نازل الإيجار، عند جهالة 8 ما حد يقبل يستقبلهم، معيشتهم صعبة، بسرطان، وهاي جاي ياخذ 6 جرعة كيميائي. قامت المحافظة بتصدير الكهرباء إلى المحافظات المجاورة التي تفوق بميزانيتها ميزانية العمارة، والسبب فائض الكهرباء، ناهيك من وجود 33 مشروعا سيتم افتتاحها قريبا هنا، ما يثير سؤال العراقيين: لماذا لا تأتي الحكومة العراقية وتتعلم من دواي ما فعله؟ من العمارة، شاكر عواد، العراق.